مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في الصورة والمشهد أمطار وسيول وبيوت صارت أثرا بعد عين، وشوارع لا شوارع، وصرخات وآهات وطرقات يخترقها الطوفان، وسيارات تجرفها المياه، وإخوة فقدناهم نحسبهم عند ربهم يرزقون، وجيش وطني يضمد جراح إخوانه ليعيد ما قد كان قبل السيول والطوفان. فهنيئا لمصر الكرامة جيشها العظيم، وعاش الجيش الوطني، عاش. وفي الصورة والمشهد شهادة سنغافورية لمصر العربية، شعب صامد أمام التحديات، والقاهرة مركز للعالم الإسلامي، والأزهر الشريف أقدم المؤسسات الدينية في التاريخ. وفي الصورة والمشهد لا وداعا لهذا المدني المتطاول على رمز المحروسة ورئيسها في سابقة هي الأولى، صلف وغباء وفقدان للوعي، فألا بعدا لرأس من لا يحمل في جوفها عقل، ألا بعدا لرأس من لا يحمل في جوفها عقل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نتابع معكم أخبار القاهرة. علاقات مصرية سنغافورية وطيدة، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر وسنغافورة تشهد دفعة جديدة في المجالات كافة. وعقب مباحثات قمة مع رئيس سنغافورة توني تان بقصر الاتحادية، أعلن الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تنشيط التبادل التجاري وكذلك عرض فرص الاستثمار الواعدة بمصر. وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر للاستفادة من خبرة سنغافورة بمجالات إدارة الموانئ وتشغيلها وتحلية المياه، بالإضافة إلى التعليم والتدريب الفني والنقل. من جانبه أكد رئيس سنغافورة أن الشراكة بين البلدين ثابتة وتعززها المصالح المشتركة، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاستثمار في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، يسعدني أن أرحب اليوم بالسيد الدكتور توني تان رئيس جمهورية سنغافورة ضيفا عزيزا على مصر في فترة تشهد فيها العلاقات الثنائية تطورا ونموا ملحوظا في جميع المجالات، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين للارتقاء بتعاونهما إلى آفاق أرحب. وتأتي زيارتكم فخامة الرئيس في هذا التوقيت لتضيف خطوة جديدة إلى ما شهدته زيارته إلى سنغافورة في أغسطس 2015 من انطلاقة حقيقية للعلاقات المصرية السنغافورية، ورغبة في تعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة. كما تتزامن زيارتكم إلى مصر مع مرور 50 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يعكس عمق روابط الصداقة الممتدة التي تجمع بين البلدين. السيدات والسادة، لقد استعرضت وفخامة رئيس سنغافورة خلال مباحثاتنا البناءة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين بلدينا، حيث أعدنا التأكيد على تمسكنا بثوابت العلاقات الوطيدة القائمة بين مصر وسنغافورة، وعلى استمرار تبادل اللقاءات رفيعة المستوى ومواصلة التشاور الوثيق حول سبل تطوير التعاون الثنائي. ومن هذا المنطلق فقد اتفقنا على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، واستعرضنا الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار بمصر في المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، وخاصة محور التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى قطاعات الموانئ والطاقة وتحلية المياه، فضلا عن اهتمامنا بالاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالي النقل والتعليم، وذلك في إطار خطط مصر الطموحة لتحقيق التنمية. الأخوة والأخوات، يكتسب لقائي مع فخامة الرئيس أهمية خاصة في ظل خطورة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تواجهنا جميعا، وهو الأمر الذي أصبح يتطلب تنسيقا أكبر للجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات.
وتعاونا شاملا لفهم طبيعتها واستكشاف سبل مواجهتها بنجاح من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الثقافية والفكرية لدحض الأفكار المتطرفة والهدامة التي يستند إليها الإرهابيون في أنشطتهم. لقد تصدت مصر بقوة لمواجهة التيارات المتطرفة إدراكا منها لما تحمله أفكارها من دعاوى الفوضى تهدف إلى إخضاع المجتمعات والشعوب لإرادتها بقوة السلاح، وهو ما يتطلب مواجهتها ومكافحتها بشتى الوسائل، وتكثيف منابع تمويلها وتسليحها، ووقف أنشطة تجنيد عناصر جديدة للانضمام إليها. ومن هنا جاءت دعوة مصر لضرورة إعادة العمل على تأكيد سماحة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة تلك الادعاءات الباطلة التي تتعارض مع وسطية الإسلام. وفي هذا الصدد اسمحوا لي سيادة الرئيس بأن أشيد بالنموذج الفريد الذي تقدمه سنغافورة في قدرة الشعوب على التعايش وتحقيق الوئام والتجانس في مجتمع متعدد الأعراق والأديان، مما ساهم في تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه سنغافورة، وكان سببا رئيسيا في تحقيق نهضتها وإنجازاتها. السيدات والسادة، تطرقت مباحثاتنا أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقشنا الجهود المبذولة لتسوية الأزمات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث أكدنا على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تحافظ على كيانات الدولة ومؤسساتها الوطنية وتضمن سيادتها ووحدة أراضيها وتنهي معاناة شعوبها. كما اتفقنا على مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وأود ختاما أن أرحب مجددا بفخامة الرئيس توني تان والوفد المرافق له في القاهرة، متمنيا لكم ولبلدكم الصديق مزيدا من النجاح والازدهار والاستقرار والأمان. وشكرا، واسمحوا لي فخامة الرئيس بالكلمة لكم. Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, ladies and gentlemen. إني لأتشرف بوجودي هنا اليوم لعدة أسباب. بدء إني سعيد لأنها أول زيارة كرئيس للشرق الأوسط وأول زيارة تأتي إلى مصر. مصر هي أقدم صديقة لسنغافورة في المنطقة. مصر كانت أول بلد عربي تدرك وتعترف باستقلالية سنغافورة وتؤسس علاقات دبلوماسية مع سنغافورة، وعليه أنه لمن دواعي شرفي أن تتزامن زيارتي مع الذكرى 50 للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة ومصر. ثانيا، إني لسعيد أن أكرر ما قاله الرئيس السيسي في زيارته لسنغافورة التاريخية في عام 2015، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لسنغافورة. إن الزيارة قد أحيت العلاقات الثنائية ما بين مصر وسنغافورة، وأيضا تعكس اهتمام مصر الكبير لتوسعة علاقاتها مع سنغافورة وآسيا. إني على ثقة أن زيارتي لمصر سوف تعزز من العلاقات الوثيقة بين بلدينا. ثالثا، إني مهتم أيضا ومعني برؤية التقدم الذي تحرزه تحت قيادتك، وأن أستكشف مجالات جديدة للتعاون. زيارتي الأخيرة لمصر كانت في عام 2005 عندما كنت نائب رئيس وزراء سنغافورة، وتغير الكثير منذ هذه الفترة. الأعوام القليلة الماضية كانت تشوبها التحديات بالنسبة لمصر، ولكنه من الجلي أن الشعب المصري شعب صامد ومصر على التقدم الاقتصادي. إن مصر وسنغافورة يحتفلون بذكرى مرور 50 عاما على العلاقات الثنائية فيما بينهما. أمر آخر، هذه العلاقات استمرت ثابتة وشراكة ثابتة عززتها المصالح المشتركة. كنا
كلا من مصر وسنغافورة قد قاموا بعمل علاقات من خلال المحاور المائية للتجارة، وسنغافورة محور التجارة في آسيا، ومصر أيضا تنعم بقناة السويس الاستراتيجية والتي تعد هامة وحيوية للتجارة العالمية. إن التوسعة في قناة السويس وأيضا إيجاد منطقة اقتصادية في العامين الماضيين تعدان مسائل في غاية الأهمية. هو مشروع قوي ومن شأنه أن يحول المطامح الاقتصادية المصرية، وعليه أنا سعيد بوجود الوفد التجاري الذي يصاحبني، وذلك لاستكشاف فرص الأعمال التجارية في مصر. وأتفق مع رئيس السيسي أن هناك مساحة لمصر وسنغافورة كي يعملوا سويا بشكل أكبر على النطاق الاقتصادي. وأنا سعيد أن شركات سنغافورة مثل Pacific International وأولاين يعملان بنشاط في مصر، وفي الوقت ذاته هناك شركات أخرى مثل هاي فلاكس وبي اس اي تستكشف فرص جديدة في مصر. كل من مصر وسنغافورة بلدان متعددة الثقافات وبها مجتمعات متعددة وتتبادل التسامح والتفاهم. نقف سويا ضد العنف والتطرف بسبب أيضا رغبتنا في الوئام بين المجتمعات، وعليه فمصر وسنغافورة دائما تعملان على تناغم الأديان في ثقافتها. وعليه أحيي رئيس السيسي على قيادته وعلى السير على درب الإصلاح الديني. مصر هي مركز الإسلام وتستضيف جامعة الأزهر، وهي أقدم الجامعات الإسلامية حول العالم وخيار الأوحد للكثيرين الذين يرغبون في متابعة الدراسات الإسلامية في العالم. هناك 300 طالب سنغافوري في مصر، وعند التخرج الكثير منهم يعودون لخدمة كقادة للمجتمع الإسلامي في سنغافورة ويكونون مثالا للمسلمين في سنغافورة. في واقع الأمر فإن كل المفتين الذين أخذوا مناصبهم في سنغافورة كانوا قد تعلموا في الأزهر في مصر، كما تتعلم سنغافورة من تجارب مصر في مواجهة التطرف الديني. فنحن مستعدون للتشارك مع مصر في خبرة سنغافورة التنموية في مجالات ذات صلة بمصر. خلال مناقشاتي مع الرئيس السيسي رحبت قيام المسؤولين المصريين بالتدريب تحت برامج التعاون السنغافورية، وندعم مصر أيضا في مجهوداتها لبناء القدرات في المجال المساعدات الفنية. فخامة الرئيس، إن تبادلنا للزيارات قد فتح مجالات جديدة للتعاون وأيضا أدى إلى زخم علاقاتنا الثنائية. وبينما نحن نحتفل بمرور 50 عاما من العلاقات الثنائية الوثيقة، فإني على ثقة أن العلاقة ما بين مصر وسنغافورة ستعزز وتقوى عبر 50 عاما المقبلة وما بعد هذا. شكرا جزيلا. صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه جاري التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض، مشددا على أن الحكومة تتخذ قرارات الإصلاح وفقا لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري في إطار رؤية متكاملة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده للإعلان عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الشركة الوطنية للاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه، حيث أعلن إسماعيل فتح باب الاكتتاب اعتبارا من الأحد القادم ولمدة شهر، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بما يعادل 5000 جنيه، والحد الأقصى 50,000 سهم. برحب بكم جميعا وبتوجه بالشكر والتقدير لحضراتكم على الحضور اليوم. مشاركة المصريين في تنمية وطنهم فعل برز التأكيد عليه عمليا مع الإعلان عن زيادة رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء من 1,400 مليون جنيه إلى 2 جنيه، أي بزيادة نقدية بلغت 600 مليون جنيه من خلال إصدار 6 ملايين أسهم جديدة، ليصبح إجمالي الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد.
حيث دعا رئيس مجلس الوزراء المصريين المقيمين بشمال وجنوب سيناء ومدن القناة للاكتتاب العام المقرر أن يبدأ يوم الأحد 6 من شهر نوفمبر عام 2016 ويستمر لمدة شهر ينتهي في 5 من شهر ديسمبر 2016. في البداية أود أن أوضح أن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء تهدف في المقام الأول إلى تنمية جزء غالي وعزيز على قلب كل مصري، وهو شبه جزيرة سيناء. إننا ندرك جميعا ما لسيناء من أهمية استراتيجية وسياسية وجغرافية لمصر كلها، ويأتي مشروع اليوم تجسيدا حقيقيا وتفعيلا ملموسا لاهتمام الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا بتنمية سيناء بسواعد أبنائها مع الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والطبيعية. إننا اليوم نفتح باب المشاركة مع أبناء سيناء ومحافظات القناة للاكتتاب في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء ومشروعاتها، لأننا نثق أن تنمية سيناء لن تتم إلا بجهد وعمل أبناء هذا الوطن، ونستهدف مستقبلا طرح الشركة في سوق الأوراق المالية لكل المصريين. السيدات والسادة، إن الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء تعد نتاجا طبيعيا لرؤية وتوجه الدولة نحو تطوير آليات التعاون المشترك والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطنين والقطاع الخاص، حيث يعكس تنوع المؤسسين قدرة الشركة على توفير الدعم المطلوب لنجاح مشروعاتها من تمويل وتراخيص وأي تسهيلات أخرى. وتهدف الشركة الجديدة إلى تنمية سيناء بالدرجة الأولى من خلال إقامة مشروعات جديدة والمساهمة في مشروعات قائمة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والأنشطة اللوجستية، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص. إننا نستهدف دائما أن نفتح الطريق من خلال هذه المشروعات والشركات لجذب القطاع الخاص الوطني والدولي للاستثمار في القطاعات والمناطق التي تحتاج إلى التنمية، ولزيادة الاستثمارات عن طريق المشاركة المباشرة أو التكامل من خلال نموذج المطور الرئيسي في القطاعات والمشروعات المستهدفة. تحرص الحكومة على تطوير البنية الأساسية لسيناء، وذلك تلبية لمطالب أهالي سيناء، ولتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية. ويظهر هذا واضحا في مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية داخل سيناء في محافظات القناة، وفي المشروعات المرتبطة بهذا المحور الاقتصادي العملاق. مشروعات تشمل تطوير موانئ شرق بورسعيد والعريش والطور، مشروعات الأنفاق التي ستربط سيناء بالوادي وتسهل الانتقال للمواطنين والبضائع وتربط سيناء بالوادي في سهولة ويسر، مشروع المنطقة الصناعية واللوجستية بشرق بورسعيد، مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، مشروع وادي التكنولوجيا، قرية الأمل، مشروعات الاستزراع السمكي وغيرها. ختاما أقول أنه في الوقت الذي يواجه فيه الوطن تحديات جساما، فإننا نجد على الجانب الآخر مشروعات جادة تبعث على الأمل وتوفر فرص العمل وتولد الطاقات لدى هذا الشعب العظيم، وهو ما يتحقق اليوم على أرض الفيروز. إن خريطة الاستثمار في سيناء تتغير اليوم، وتنتظر أبناء هذا الوطن لتنميتها بسواعدهم، وهو ما يدعوكم إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدعوكم جميعا للمشاركة فيه، ومعكم كل المصريين أملا في غد أفضل. الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بما يعادل 5000 جنيه، أما الحد الأقصى فيصل إلى 50,000 سهم بما يعادل 5. بهذا الخبر تكون نشرتنا قد انتهت. ننتقل معكم إلى أهم العناوين والأخبار
التي طلعتنا بها صحف الغد الثلاثاء الأول من نوفمبر لعام 2016، والتي يصاحبنا معها على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البحيري رئيس القسم الاقتصادي بمجلة أكتوبر. أستاذ خالد نورتنا وصباح الخير. صباح النور. دايما بتنورنا أستاذ خالد وبتمتعنا بتحليلك الاقتصادي الرائع. ربنا يوفقنا ويكون تحليلنا إن شاء الله إن شاء الله خفيف على السادة المشاهدين. إن شاء الله يا فندم. اسمح لي بس نستعرض العناوين وبعد كده نرجع نحلل بقى الاقتصاد والكلام. نبدأ في أهم عناويننا من الأهرام. تنشيط التبادل التجاري والاستثمار بين مصر وسنغافورة. الرئيس السيسي تعاون في مجالات النقل والتعليم ومكافحة الإرهاب. طوارئ واستعدادات بالمحافظات لاستقبال الأمطار المتوقعة. غضب في النواب ضد الحكومة. اتهامات بالفشل. تلويح بسحب الثقة. ودعم مصر يرفض عبد العال. الحكومة لن تنتصر على المجلس وسنجبرها على الحضور. من الأخبار: بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 14 نوفمبر. 15,000 جنيه مقدم الوحدة. 180,000 جنيه لمساحة 90 مترا. 198,000 للشقة 95 متر. فتح الاكتتاب العام لأسهم الوطنية لاستثمارات سيناء الأحد القادم. رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه رأس مال الشركة ونهدف لجذب رؤوس الأموال لتنمية المنطقة. عنواننا الأخير من الأخبار: انفراجة تدريجية في أزمة السكر وزيادة المطروح 20% بالأسواق من اليوم. بدء توريد 25,000 طن أرز محلي وتوزيع المقررات التموينية الشهر الحالي. بعد هذا العرض لأهم العناوين من الأخبار، نبدأ دلوقتي في تحليلنا وتعقيب الأستاذ خالد البحيري على أهم هذه الأخبار. أستاذ خالد، أول خبر عندنا تنشيط التبادل التجاري والاستثمار بين مصر وسنغافورة وزيارة الرئيس السنغافوري في مصر. الرئيس السيسي تعاون في مجالات النقل والتعليم ومكافحة الإرهاب. قبل ما نبدأ، لماذا سنغافورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مصر بتجني ثمار 50 سنة من العلاقات الثنائية ما بين مصر وسنغافورة. صحيح. كانت مصر هي الدولة الأولى التي أعلنت اعترافها باستقلال سنغافورة. صحيح. وهي ليها موقع استراتيجي ما بين إندونيسيا وفي شرق آسيا. كانت مصر هي الدولة الأولى أيضا التي يكون لها تمثيل دبلوماسي في سنغافورة. هذه الدولة هي دولة من النمور الآسيوية، من الدول الناجحة في المجال الصناعي والتكنولوجي. بتمثل أهمية خاصة بالنسبة لنا إحنا مع قناة السويس باعتبارها مالكة لإحدى أكبر شركات الشحن على مستوى العالم. وبالمناسبة هي استفادت من تفريعة قناة السويس الجديدة وتقليل تقليل ساعات المرور من قناة السويس. سنغافورة من الدول اللي بتمتلك احتياطي نقدي هائل، ترتيبها رقم 11 على مستوى العالم. مستوى الدخل فيها مرتفع للغاية، عدد السكان قليل للغاية، أعتقد يمكن كان في تعداد 2015 كانوا 200,000 نسمة. مساحتها أقل من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، يعني تقريبا 700 أو بما يعادلها تقريبا، أقل منها شوية صغيرين. يعني فيه فرق كده ما بيننا والعاصمة الجديدة. لكن كونك انك بتتوسع في شرق آسيا وبتعمل اتفاقيات مع دول كبيرة بهذا الحجم، مش كبيرة بمساحتها أو بعدد سكانها، ولكن بتأثيرها في الاقتصاد العالمي. صحيح. وبتأثيرها في حركة التجارة العالمية وبموقعها الاستراتيجي.
بالعلاقات الممتدة ل50 سنة تستطيع مصر أن هي تحدث نوع من أنواع الحراك الاقتصادي، تستفيد من أتمنى أن يكونوا فكروا في هذا الأمر، من الاحتياطي النقدي الكبير والهائل اللي ربما يساعد مصر في تعويض بعض الاحتياط اللي فقدناه مؤخرا نتيجة أن احنا اضطررنا لشراء سلع مدعومة كاش، اضطررنا لدفع ثمن منتجات بترولية أيضا كاش، فده ضغط شوية على الاحتياط النقدي. أتمنى يكون فيه تعاون في هذا الجزء ما بين مصر وسنغافورة، وأيادي الأزهر البيضاء لا تزال على سنغافورة وشباب سنغافورة. لدينا في مصر الآن في العام الدراسي 2016-2017 300 شاب وشابة من سنغافورة يدرسون الإسلام الوسطي المعتدل من مصر، ثم يعودون إلى بلادهم ليقودوا حركة النهضة والتنوير في سنغافورة. وده الأزهر 1000 عام، يعني ده الأزهر 1000 سنة. نعم، هم يمكن الرئيس السنغافوري النهارده في كلمته وانا بتابعها على الهواء مباشرة قال ان هو الخيار الاوحد للطلبة السنغافوريين اللي بيدرسوا الدراسات الإسلامية. وهو أقدم مؤسسة يعني مع ان في جامعات التاريخ. اخرى في المناطق العربية بالمناسبة، فيه بعض الدول بتوجه لجامعات اخرى، الا انهم نتيجة الممارسة العملية وجدوا أن طالب الأزهر هو أكثر اعتدالا، أكثر تسامحا، أكثر تقبلا للآخر، أكثر تفاعلا مع المجتمع، ليس منغلقا، ليس جامدا، يستطيع قراءة النصوص بشكل جيد، يستطيع إسقاط القديم على الحديث ويستخرج منه ما ينفع الناس. ده الأزهر. ودي طبعا الأزهر الشريف. شرف لنا جميعا أن الأزهر على أرض مصر طبعا، وشرف لي شخصيا أني أحد أبناء الأزهر. الله عليك. أستاذ خالد، قبل ما ننتقل من هذا الخبر، رأي حضرتك في السياسة الخارجية المصرية والتفاعل مع الخارج؟ عايز كلام جرايد ولا كلام؟ لا، كلام. طيب، السياسة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة هي سياسة محترمة، سياسة كان عنوانها الرئيسي إنها لا تركع لأحد، وإن إحنا ما بنبيعش مواقفنا، وما عندناش استعداد نساوم على أمننا القومي. صحيح. ولا نساوم على جزء من أمننا العربي. صحيح. وعمقنا الاستراتيجي. السياسة المصرية سياسة متحركة. لو بصيت لخارطة جولات السيد الرئيس هتجدها من أول الصين حتى أمريكا، ومرورا بدول الخليج، بالاتحاد الأوروبي، العمق الإفريقي. هي سياسة متحركة وسياسة نشطة، إلا أننا وبصراحة شديدة المجتمع الدولي يعاقبنا على هذه الاستقلالية في السياسة الخارجية. مضى العصر الذي تكون فيه مصر تابعة لأي سياسة أو لأي هيمنة، ومضى العصر الذي تقبل فيه مصر بضعة مليارات في مقابل أن تتبنى موقفا معينا أو خارجيا. أعتقد أننا في مقابل، وأتمنى أن إخواننا الليبيين كمان يدركوا هذا الأمر جيدا، في مقابل حفاظنا على الجيش الليبي، في مقابل حفاظنا على موانئ تصدير النفط الليبية وحمايتنا لمنابع النفط الليبية ودعمنا الاستراتيجي واللوجستي لليبيا، نحن ندفع ثمن ذلك ضغطا من الاتحاد الأوروبي، وبين قوسين كده تلاكيك، بحيث أن مصر تفوت لهم ليبيا، لكن أبدا مصر لا تفوت، ومصر ما بتساومش لا على عمقها الاستراتيجي ولا على دول الجوار. مصر عندها استراتيجية بتتبناها من 2014، وهي عدم سقوط أي دولة عربية في الفوضى. صحيح. احنا بنعاني منذ سنوات من الغزو الأمريكي للعراق، والوطن العربي بعد هذا التفتيت الرهيب الآن بعد 13 سنة من الغزو الأمريكي للعراق، لا تزال العراق مفتتة، لا يزال أجزاء منها محتلة من تنظيم الدولة الإسلامية، لا تزال جيشها جيش إلى حد ما جيش ضعيف. لو نظرت إلى كان من أعظم الجيوش الموجودة، لأن الجيش العراقي كانت عقيدته أيام صدام حسين هي عقيدة الدفاع عن الوطن، أما الآن فعقيدة الجيش كانت هي حماية الوطن من الداخل، وبالتالي حتى التسليح بتاع الجيش العراقي محتاج لإعادة نظر، ودي مسألة ممكن يبقى لها مجال آخر للكلام. السياسة الخارجية المصرية تعاقب، وأنا بقول كده بسبب
مواقفها الحاسمة من رفض التدخل، من رفض إزاحة الأنظمة بالقوة، من رفض أن يكون الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية ودولنا العربية مسرحا لحرب بالوكالة يدفع ثمنها المواطن العربي من دمه وماله ومقدراته صحيح. وأمنه وأمانه واطمئنانه. مصر ضد كل هذه الأمور، وبالتالي أتمنى أن تثبت مصر على هذه السياسة. أتمنى أن يكون هناك مرونة أكتر لإيصال رؤيتنا هذه للجوانب اللي بتضغط علينا بدون مبرر، وعايزانا نغير مواقفنا بدون مبرر. إن شاء الله مصر لن تغير مواقفها، لن تسقط ليبيا في الفوضى، لن يتم تقسيم ليبيا ما دام الجيش المصري جيش قوي يقف على حدوده الغربية الشرقية بالنسبة لليبيا بقوة. لن يكون هناك أبدا مساس بليبيا. وبالمناسبة احنا لا ننتظر منهم لا رد جميل ولا شكر، لأن هذا هو واجب الشقيق أن يقف إلى جوار شقيقه يحميه ويحافظ عليه ويحافظ له على مقدراته. نحن لا نطمع في مقدرات الآخرين، وليس لمصر أو لسياستها الخارجية أو لنظامها أي مطامع في أي دولة عربية. صحيح. نحن فقط نريد جوارا آمنا مستقرا مبتعد كل البعد عن الصراعات والإرهاب وتهريب السلاح وانتشار الجريمة غير المنظمة وغير المنضبطة. ما تفعله مصر لو يدرك الاتحاد الأوروبي دور مصر وما تفعله من حماية الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط كده بيحمي أوروبا. نعم. إذا انفجرت الأوضاع في ليبيا وإذا انفجرت الأوضاع في مصر، أوروبا أول من سيدفع الثمن. ده صحيح. نعم. كلام رائع أستاذ خالد. ننتقل انتقالة أخرى. طبعا الجو أنت حضرتك ملاحظ الأمطار والسيول اللي اجتاحت بعض محافظات الجمهورية، رأس غارب والبحر الأحمر وسوهاج، طوارئ واستعدادات بالمحافظات لاستقبال الأمطار المتوقعة. شفت الأمطار والسيول إزاي يا أستاذ خالد؟ والله أنا شفت كارثة إنسانية. لو حبيت تحط لها عنوان صحفي فتقول إنه لدينا حكومة تعمل بمنطق إطفاء الحرائق وليس منع نشوب الحرائق. كان هناك تحذير من هيئة الأرصاد بأن هناك أمطار سينجم عنها سيول، إلا أن الحكومة باعتراف رئيس الوزراء اليوم في البرلمان، وأنا تعجبت كيف اعترف الرجل هذا الاعتراف الخطير، قال لم نكن مستعدين الاستعداد الكافي لأن رأس غارب كانت خارج توقعاتنا أن تسقط عليها أمطار. هذا أمر غير مقبول بالمرة. ما ذهبت في هيئة أرصاد، في هيئة أرصاد. وخليني هقول لك بعد ما أكمل الجزئية ده أقول لك تجربة جيدة للغاية في هذا الأمر. لدينا أمطار ستسقط راحت ضحيتها الذي دفع ثمن هذه الأمطار هي عشرات الأرواح التي لقيت ربها أو المصابة حاليا. طرق حديثة كانت في طور التسليم تم جرفها بالكامل، طرق كانت مسلمة حديثا تم جرفها بالكامل، بنية تحتية دمرت من كهرباء وصرف صحي. وهذا الأمر يجب أن يفتح فيه تحقيق عاجل اليوم وليس غدا. يتم فتح تحقيق ما الذي فعله مجلس وزراء في التحذير الذي وصله من هيئة الأرصاد، ما الذي فعلته وزارة الري وهي المنوطة بهذا الأمر. خليني أقول لحضرتك أني الآن الأقمار الصناعية، الآن الوسائل التكنولوجيا الحديثة بتستطيع أنها تكشف مثل هذه الأمور قبلها بعدة أيام. عشت أياما أو سنوات في سلطنة عمان، كان التحذير يصدر قبلها بأسبوع، البيان الأول الحالة المدارية كذا، ويتم تعميمه على جميع الصحف ووسائل الإعلام. وإذا وصلت أن الأمر يحتاج إلى رفع حالة الطوارئ ترفع قبلها وتتاح السلع ويحذر المواطنين حتى لا تحدث خسائر. ولما الحالة المدارية بتنكسر أو بيحصل بيتم توعية الناس، بيتم هذا الشارع سوف يحدث فيه سيل ممنوع مرور فيه السيارات وفي إشارات تحذيرية. نحن لم نفعل ذلك. المواطنون الذين لا تزال أشلاؤهم وجثثهم تحت الأنقاض في رأس غارب ستظل في رقبة هذه الحكومة. طيب نتمنى أنه تلاشي الأخطاء اللي كانت موجودة. الجانب المضيء الوحيد في هذه الحادثة هو ما قامت به القوات المسلحة خلال 48 ساعة أو 72 ساعة زي ما وعد اللواء كامل الوزيري.
ان هي اعاده فتح الطرق مره اخرى بما تملكه من معدات عملاقه، اعاده الحياه الانتقال السريع مره اخرى والهيئه الهندسيه بمعداتها الى منطقه راس غارب نعم انتقلت بمعداتها باللودرات وبالجليدرات وفتح الشوارع. ربما يكون حدث تاخر بسيط في الشوارع الضيقه لان المعدات عملاقه، ما كانش في حواري او في اشياء غير منظمه عمرانيا، لكن ما قامت به القوات المسلحه هو شرف لكل مصري ويجب ان يحتذى. يعني واذا كان الامر يا استاذ صلاح، المنتقدين يا استاذ خالد يقول لك يعني ليه القوات المسلحه نزلت وبتاع انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا عايشين المجتمع المصري، هي القوات المسلحه دي بتاعت باكستان. القوات المسلحه دي هي اخويا واخوك، صحيح، وهي ابن عمي وهي جارك وجاري. القوات المسلحه كما قلت مرارا هي قوات وطنيه ليس لها انتماء لا عقائدي ولا طائفي ولا مذهبي. القوات المسلحة هي انتمائها للدولة المصرية، مهمتها في وقت السلم ومفيش أزمات إنها تحمي الحدود وتدرب وتسلح، لكن في حال حصل مشكلة القوات المسلحة جزء ومؤسسة من مؤسسات الدولة، هي تعمل في إطار منظومة الدولة المصرية. كونها إن هي تتجه بمعداتها أمر يحسب ليها ومجهود إضافي عليها. وإذا كان الأمر يعني إذا كانت هذه الحكومة في كل طريقة ستحتاج القوات المسلحة، ما نمكن البلد كلها القوات المسلحة ونستريح. أنا شخصيا ما عنديش مانع إني يجي حد من الناس المنضبطين بتاع القوات المسلحة على رأس المحافظات وعلى رأس الوزراء. إذا كان الانضباط، إذا كان ينقصنا إحنا الانضباط والتخطيط والتنفيذ، ده موجود في القوات المسلحة، وليس عيبا أن تدير هذه القوات المسلحة، هي قواتنا مش قوات محتلة. ده صحيح صحيح. ولا يجوز لمصري سواء يتفق مع إجراءات هذا النظام أو مع هذه الحكومة أنه يخطئ خطأ واحد في حق القوات المسلحة. صحيح. دي قوات شرف لكل مصري، أمان لكل مصري، عزة لكل مصري. صحيح. الناس الآن تتمنى أن يعود جيشها كما كان. الحمد لله جيشنا على أعلى مستوى من التسليح، على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة والجاهزية مدنيا وعسكريا. دايما وأبدا ربنا يحمي القوات المسلحة وجيشنا العظيم. ننتقل انتقالة أخرى أستاذ خالد. بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 14 نوفمبر و15,000 جنيه مقدم الوحدة، 180,000 جنيه للمساحة 90 متر و198,000 للشقة و95 شقة 95 متر. طبعا في طفرة كبيرة جدا في السكن الاجتماعي. بالمناسبة ده مش مدعوم. مش مدعوم. هذا النوع من الشقق اللي طرحتها اللي هيبدأ الطرح ليها ما عندوش دعم نقدي، وهو مخصص للفئات اللي الحد الأدنى من دخلها من 2500 جنيه حتى 5000 جنيه، وبالتالي اللي هياخد شقة كأنه شاريها من مطور عقاري أو شاريها من مقاول. لكن كون إن الدولة هي الضامن هذا أمر جيد. صحيح. يعني كون إن الدولة ضامن وكون إنك هتشتري بالتقسيط والدولة هتوفر الجهات اللي هتمنحك هذا التقسيط هو أمر جيد. لكن الإسكان الاجتماعي مش كله، في فقراء يستحقون إنك تدعمهم، لكن في واحد دخله 2500 جنيه حتى 5000 جنيه ما عندوش مشكلة إن هو يدفع. صحيح. وبالتالي مش لازم نحط كل العبء على موازنة الدولة. لو قلت لك الأرقام اللي خاصة بموازنة الدولة والمنشورة رسميا في صحافة غدا، احنا عندنا الإجمالي الدخل الوطني أو الدخل القومي لمصر إجمالي اللي بيخش الخزانة المصرية 670 مليون جنيه، مش مكمل مليار 670 مليار جنيه، مش مكمل تريليون. بيروح منه 32% خدمة دين، يعني أنت عندك تقريبا 200 وحاجة و20 فوايد دين ما بتستفدش منها. طب أستاذ خالد، يعني بالنسبة للمساحات دي الموجودة والأسعار دي في أماكن أخرى هتلاقيها أغلى. في أماكن أخرى هتلاقيها أغلى، وهتلاقيها في أماكن غير منظمة عمرانيا أو جغرافيا. يعني كمان أنا لسه كنت هسأل حضرتك على إنه الطفرة في الإسكان مش من البنى بس، لا ده في التصميم المعماري، في التصميم المعماري وشق الشوارع والطرق. أنت ممكن تلاقي شقة بأقل من كده، بس هتلاقي البناء غير مرخص، هتلاقي معمول من 12-13 طابق على شارع عرض 4-5 متر، مبني بالمخالفة، ما عندوش مرافق لا كهرباء ولا مياه ولا غاز، وبيشتري المواطن وبعدين نرجع نقول دخلوا مرافق للمساكن المخالفة. يبقى برضه أسعار هذه الشقق برضه تعتبر تدخل يعني في إطار إنها مدعومة. أنا حتى لو مش مدعوم، بص يا سراج، حتى لو مش مدعومة واستفادت الدولة منها
وسخرت هذه الاستفادة للفئات اللي محتاجة الدعم، هذا أمر ممتاز. صحيح. يعني الدولة لا تقوم بدور التاجر، لأني حتى الدولة لو أنا عايز الدولة تكسب، يعني أنا شخصيا عايز الدولة تكسب، لأن الدولة دي هي المجموع بتاعنا كلنا. فإذا كانت الدولة قوية اقتصاديا تستطيع أن هي تدعم الخدمات الأخرى. صحيح. نرجع تاني، عندنا 32% خدمة دين، عندنا التلت الثاني مرتبات، عندنا التلت الثالث دعم للسلع والخدمات. ما عندكش تقريبا ولا جنيه لا تشق طريق ولا تبني مدرسة ولا تعمل صرف صحي ولا توصل غاز. وبالتالي احنا ميزانيتنا السنة دي بس محتاجين 330 مليار جنيه مصري عشان نكمل الموازنة بتاعتنا. دي بنقترضها، أكيد لن نظل نقترض للأبد، لأن أنت كل مرة بتتآكل. لما قدمت الحكومة بيانها لمجلس الشعب وقدمت أوراق اعتمادها، كان الدين المحلي وصل 97% من الناتج. الآن اليوم 110% من الناتج، يعني تجاوز رقم خطير. وبالتالي الدكتور علي عبد العال كان بيقول لازم الحكومة تيجي مرة تانية وتقول لنا ايه الفرق اللي حصل ما بين الارقام. بس ده طبعا نتيجة مراجعة. طبعا مراجعة. انت قلت لي ان العجز 97 قلت لي انه بيساوي 97%، الدين بيساوي 97%، الان وصل 110%، يعني تخطى حجم انتاجك. لكن ده طبعا نتيجة طبيعية لارتفاع الاسعار، للازمات المتلاحقة اللي عمالة تضغط على صانع القرار المصري، على الميزانية الدولة المصرية، على المواطن المصري كمان اللي بيئن بشدة. طيب انتقل إلى سيناء. فتح الاكتتاب العام لأسهم الوطنية لاستثمارات سيناء الأحد القادم. رئيس الوزراء 10 مليارات جنيه رأس مال الشركة، ونهدف لجذب رؤوس الأموال لتنمية المنطقة. سيناء وتنمية سيناء. أنت في سيناء بتشتغل على محورين. المحور الأولاني إنك تطهرها من البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية والعناصر شديدة الخطورة اللي جات لك من كل حد وصوب لما حصل نوع من الخلل الأمني، ولما حصل سقوط للنظام الليبي في 2011. ما هو احنا ليه متمسكين ان احنا نحفظ الامن في ليبيا؟ انت لما بتحفظ الامن في ليبيا انت بتحفظ الامن عندك. أكيد. انت عندك حدود تتخطى 1100 كيلو بينك وبين ليبيا. صحيح. حدود كلها حدود صحراوية. فاحنا بنشتغل في سيناء على محورين. المحور الاولاني ان انت بتطهرها من الارهاب، وده ماشي كويس جدا. لكن مفيش دولة في العالم انتصرت على الارهاب بنسبة 100%. بس انت لو شفت وقائع الاحداث هتجد ان كيرف العمليات الارهابية وعدد الخسائر بتاعنا بيقل، وعدد خسائر الارهابيين والتكفيريين بيزيد. صحيح. وده بيديك مؤشر ان انت ماشي في الاتجاه الصحيح، وانك في يوم من الايام في نقطة وصول هتوصل اليها. طيب انت طهرت سيناء، هتسيبها فاضية مرة تانية؟ لا طبعا. هنا بيأتي دور التنمية. طيب هي مساحة شاسعة، انت عندك تقريبا 400 ألف كيلومتر مربع، ودي مساحة كبيرة جدا. ميزانية الدولة المصرية لا تسمح بده. بس الآن يدخل في مشروعات شغالة، في مشروعات قائمة. يعني الأنفاق اللي شغالة تحت قناة السويس الآن انت الآن مع الضغط على الموازنة العامة انت محتاج تمويل. هنا بيجي دور القطاع الخاص المتمثل في طرح الأسهم. انت حضرتك عندك فلوس مش عارف تستثمرها، حضرتك اديها في شركة وطنية. هي لما تجربة المصرية للاتصالات بالمناسبة كانت مرت بهذه التجربة، كانت وصلت لمرحلة سيئة للغاية، وكانت انهارت الخدمات الأرضية المصرية للاتصالات أول ما تم طرحها للاكتتاب والأسهم. الآن شوف الخدمات اللي بتقدمها طبعا. وأصبحت شركة قوية. في رؤوس أموال مصرية، نعم، لدينا أشخاص ولدينا فئات لديها وفرة في الدخل ولديها مدخرات. صحيح. كل إنك تسخرها في مشروع قومي يعود عليك بالعائد المادي أولا، ويعود على مصر كلها بالنفع ثانيا، لأن هذه المنطقة يجب ألا تترك فراغ. هي الحائط الصد الأول بالنسبة ليك في حالة حدوث أي عدوان، وبالتالي أنت محتاج يكون عندك تنمية، وتنمية متكاملة وليست تنمية جزئية. أنت محتاج تنمية عمرانية، محتاج تنمية صناعية، محتاج تنمية في المشروعات اللوجستية والشحن والنقل، محتاج تنمية، محتاج جامعات، محتاج مدارس. ده كله متاحة في سيناء يعني كل المشروعات دي متاحة تعمل في سيناء يعني متاحة. وسيناء تزخر بالمعادن،
الثروات الطبيعية، فرصة رائعة للسياحة والمشروعات السياحية. عبقري. أنا بقول لحضرتك مساحة سنغافورة قد العاصمة الإدارية، وعندها احتياطي نقدي هو رقم 11 على مستوى العالم. إذا أنت تستطيع، نعم نستطيع، الدولة المصرية تستطيع، نعم تستطيع. ده صحيح. طب هنتقل انتقالة تانية أرجع بيها لمجلس النواب. تمام. غضب في النواب ضد الحكومة، اتهامات بالفشل، تلويح بسحب الثقة، ودعم مصر يرفض، وعبد العال الحكومة لن تنتصر على المجلس وسنجبرها على الحضور. تأخر رئيس الوزراء على الحضور النهاردة بعد طلبات الإحاطة اللي طلبها البعض من النواب، مشكلة السيول ومشكلة الأسعار والكلام ده كله. هو اللي حصل إن النهاردة كان المفروض إن الحكومة هتحضر في البرلمان، لكن الدكتور علي عبد العال فوجئ بإن المستشار العجاتي باعتباره وزير الدولة لشؤون البرلمان ومعاه وزير التموين فقط. فالدكتور علي قال احنا محتاجين رئيس الحكومة الآن. فالمستشار العجاتي قال له والله اعتبرني ممثل للحكومة واللي انتوا عايزينه، انا وزير الدولة لشؤون قال له لا احنا عايزين رئيس الحكومة الآن. فقالوا له الراجل في اجتماع مهم مع السيد رئيس الجمهورية، فقال احنا منتظرينه ومش هنرفع الجلسة، واعتبر ان ده نوع من انواع التحدي. هو كان يجب ان يحضر للبرلمان، وبالفعل استجاب رئيس الوزراء وحضر. في جزئية هنا مهمة أنا عايز أوضحها لحضرتك، إن التلويح بسحب الثقة من الحكومة ليس إجراء سهلا يتم في جلسة عادية. صحيح. مفيش كده. أنا عايز أقول لك إن المفروض عشان تسحب الثقة من الحكومة يجب أن يقدم لها استجوابا، ويمضي عليه عدد معين من النواب، وبعدين يتم استجواب الحكومة، وبعدين يتم التصويت على سحب الثقة منها. هذا الأمر بياخد له شهر على الأقل عشان تعرف تسحب الثقة من الحكومة. الآن ليس لدينا رفاهية سحب الثقة من الحكومة على الإطلاق. ما عندناش أصلا رفاهية أن يكون لدينا معركة وهمية بين البرلمان وبين الحكومة. مش محتاجين معارك، ما عندناش، مش محتاجين معارك. جه رئيس الوزراء، الراجل أقر بذنبه واعترف إن ما كانش فيه استعداد لمسألة السيول، وتكلم عن إجراءات اقتصادية صعبة سيتم اتخاذها خلال أيام. وبيني وبينك أنا النهاردة لي عتب على وسائل الإعلام الخاص، لأني من خلال متابعتي يمكن من 7 مساء لحد 10 مساء تكرر لفظ اقتصاد حرب في القنوات الخاصة أكتر من 100 مرة. اقتصاد الحرب معناه أنك بتعبئ جميع موارد الدولة لصالح الإنتاج الحربي لدولة تعيش حالة حرب. كون أنك تصدر إعلامك ويقول أن أنت عندك اقتصاد حرب أو محتاج لخطة اقتصاد حرب، مش هيجي لك مستثمر. اللي أنت النهاردة عامل له قانون لجذب الاستثمار، مش هيجي لك مستثمر، مش هيجي لك سائح في بلد عندها اقتصاد حرب. احنا لدينا نعم اقتصاد هو يعني ممكن يكون المقصود يعني مش باقتصاد حرب بمعنى مفهوم يعني. الآن أنا كإعلامي وكموجه للرسالة الإعلامية يجب أن أحدث المستقبل لهذه الرسالة على قدر وعيه، بكلام محدد وكلام واضح وكلام مسؤول. النهارده رئيس الوزراء بالمناسبة ما قالش للنواب الإجراءات اللي هيعملها إيه، مع إن هو كان المفروض إنه يقول إن إحنا سوف نرفع الدعم عن بعض السلع، والدعم هيرتفع بمقدار كذا لأن وضعنا الاقتصادي كذا، سوف نعمل على تحرير سعر صرف الجنيه عشان نحدث توازن ما بين السعر في السوق الرسمي والسعر في السوق الموازي، ويقول للمواطن مع الإجراءات اللي هيعملها انتظر مني تحسنا ملحوظا في قطاع التعليم في 2018، في قطاع الصحة خطتنا في 2019. أنا عايز يبقى فيه برنامج واضح. نحن الآن نحتاج بشكل عاجل وسريع. على الجانب الآخر أستاذ خالد، في وزارة التضامن الاجتماعي شغالة في تكافل وكرامة، يعني في صعوبة وفي مشكلات كبيرة جدا لمحدود الدخل، لكن على الجانب الآخر في جانب شغال. هو أنت ما تقدرش تقول إن الأزمة اللي بيعيشها الناس هي مسؤولية هذه الحكومة أو مسؤولية هذا الوزير أو مسؤولية هذا النظام. هذه الأزمة هي أزمة تراكمية، أزمة نجم عنها تأخير في الإصلاح الاقتصادي من 18 و19 يناير 1977. بقى كل واحد يجي عايز يعمل برنامج لإصلاح الاقتصاد. مفيش حكومة كملت برنامج لإصلاح الاقتصادي بتاعها بالمناسبة،
كل واحد يقول لك انا احط ايدي في عش الدبابير ليه؟ الشعب هيثور، الشعب هيحصل. مش هيحصل الكلام ده. الان احنا الفاتوره بتزيد كل يوم، كل يوم بنخسر فيه طالما ما خدتش اجراءات اصلاحيه. انت عندك بالظبط، بشبه لك الحاله دي زي مريض عنده سرطان. الان انت خايف تفتح له جرح كويس وبتدي له مسكنات، فبينتقل من جزء لجزء. لو انت فتحت مره واحده وشلت الجزء المريض بالسرطان وقفلت، هيتعب له شهر 2 3 سنه، لكن يتعافى ويبقى تخلص من هذه الازمه المزمنه. دول كتيره بدات معانا سنه 65 وسنه 70 وسنه 77، الان هي من الدول العظمى اقتصاديا في العالم. ولذلك انا ادعو رئيس الوزراء من خلال قناه القاهره الى انه زي ما عمل الرئيس السيسي وجمع الشباب في شرم الشيخ، جمع الخبراء الاقتصاديين المصريين الوطنيين اللي في الداخل واللي في الخارج، وكل واحد يجي بورقة عمل محددة للنهوض بقطاع محدد، واخرج بخطة اقتصادية واضحة المعالم اطرحها على الرأي العام. ما تشتغلش لوحدك. يعني مشاركة الرأي العام. نحن محتاجين، لا مش الرأي العام أولا. الآن احنا محتاجين ناخد مرحلة الخبراء الأول. عندك ناس قامات هايلة، وناس كانت شغالة في صندوق النقد الدولي، وناس كانت شغالة في البنك الدولي، وعندك أساتذة للاقتصاد في الجامعات العالمية. استشر هؤلاء الناس. فكرة ان ما عنديش غير الحل ده وهو الدواء ده هتشربه، فكرة صعبة. احنا في مصر لما تروح لطبيب ويقول لك ما فيش غير حل واحد، تاني يوم بتروح لطبيب تاني. صحيح. وربما يكون عنده فكرة حلين 3. يجب ان يكون على طاولة هذه الحكومة اكثر من حل للنهوض بالاقتصاد المصري. ده صحيح. واطرح الحلول بعد كده للمشاركة المجتمعية، وشوف الناس هتديك ايه. اسبوع لو انت خاطبت الخبراء اسبوع ستجد لدينا 100 حل وليس حلا واحدا. هتجد ناس عندها فكرة لتعظيم بعض القطاعات للاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر. يا راجل انت عندك ثروات طبيعية ليست موجودة في العالم. عندك واجهة بحرية على البحر الأبيض المتوسط، وعندك واجهة بحرية على البحر الأحمر، وعندك نهر النيل. لديك قدرات هائلة في المجتمع المصري، بشرية وعقول بشرية وناس عندها طاقة ونفسها تشتغل. هات خبراء اقتصاديين. اثار حدث ولا حرج. عندنا كل حاجه، عندنا كل حاجه. ولذلك انا في 47 مورد اقتصادي موجود في مصر. والله العظيم لو دعوا للخبراء المصريين لا يحجزوا على حسابهم ويجوا ويشاركوا في المؤتمر ويجي بورقه عمل محدده. احنا محتاجين دماغ تقعد تعمل خطه وخريطه وبرنامج يقول كل قطاع عيوبه فين، مشاكله فين، حلولها فين، الجدول الزمني على المستوى القصير، الجدول الزمني على المدى البعيد. ده جميل يا استاذ خالد. طب معايا اخر خبر استاذ خالد، انفراجه تدريجيه في ازمه السكر وزياده المطروح 20% بالاسواق من اليوم، وبدء توريد 25,000 طن ارز محلي وتوزيع المقررات التموينيه للشهر الحالي. لو شفنا النهارده كلام السيد وزير التموين اتكلم عن المشكله دي. احنا مشكلتنا في ازمه السكر ان احنا بنغطي من انتاجنا المحلي في حدود من 60 ل 70%، والباقي بنستورد 30%. انا خليني اقولها ورزقنا على الله. يعني في ناس وقفت استيراد السكر بتلوي دراع الحكومه وبتعاقب الحكومه على انحيازها للمواطن البسيط في ازمه القمح. تم تطهير وزارة التموين، لكن جهات أخرى لم يتم تطهيرها حتى الآن. المستورد الأكبر للسكر يقبع على رأس إحدى الهيئات امتنع عن استيراد السكر وأوقع الحكومة في حرج. وإحنا بالمناسبة هي الأزمة موجودة لكن مش بهذه الحدة. لكن النهاردة أنت محتاج كيلو سكر لكن خايف النهاردة تشتريه ب7، بكرة يبقى ب10، فبتشتري النهاردة 5 كيلو. فبتاخد علاوه على المحتكرين، علاوه على الفاسدين، علاوه على حاجات كتير جدا. يا سيدي انا قلت لحضرتك في ناس بتلوي ذراع الحكومه. ولذلك اتمنى ان الجيش يخش يستورد السكر. هيقول لك الجيش دخل للسكر، يا سيدي يخش للسكر. ما هو اذا كان شخص واحد بيعاقب دوله او يعاقب حكومه على اجراء التخاذير لصالح مواطنيها، ده شخص عايز قطع رقبته في ميدان عام. صحيح. ممكن اقول لك اسماء يعني، بس مش عايزين مشاكل، مش هنقول اسماء، لكن ما زالت هناك اصابع في وزاره التموين. اتمنى من اللواء مصلحي انه ياخد باله منها.
الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية ما زالت هناك أصابع يجب صحيح. قطعها، ورقاب يجب تعليقها على المشانق حتى لا تتلاعب بأقوات صحيح. المصريين. أستاذ خالد، دايما بتمتعني بتحليلك الاقتصادي. نورتنا. متشكر ليك وللسادة المشاهدين. شكرا أستاذ خالد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في نهاية حلقتنا الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحية فريق عمل برنامج أخبار القاهرة، وتحياتي صلاح عبد الله، في أمان الله.